صباحكم ورد وخير وسعادة على أحلى ناس في الدنيا. النهاردة هنعمل أسهل وألذ محشي ممكن تدوقوه في حياتكم بتركات كده بسيطة على طريقتي، يعني بمعنى أصح حاجة كده هتغير فكرتك عن المحشي تماما. لو بتحبيه هتحبيه أكتر ما كنتي بتحبيه، بتركات بسيطة قوي موجودة عندنا كلنا في مطبخنا. وهو المحشي بتاع جدتي وبتاع مامتي القديم ده، الريحة حتى بتختلف عن المحاشي بتاعت دلوقتي، حاجة كده وهمية وعلى أصوله زي ما بيقولوا. بس أهم حاجة لو عجبك الفيديو ما تنسيش اشتراك القناة وتفعيل الجرس. معاكي أختك هالة، محتاجاكي تدعميني بلايك وشير وتقولي في الكومنتات لما تجربيه وتوهميهم بجماله. أنا هنا معايا 6 طماطميات كده محترمين، شايفينهم قد ايه ما شاء الله. يعني معايا حزمة خضرة المحشي بقى، حزمة كزبرة، حزمة بقدونس، حزمة شبت، ومعايا بصلاية مفرومة، وكيلو ونص من البتنجان انا بجيبه مقور وبغسله طبعا، ونص كيلو من الفلفل الرومي. يبقى كده مجمل المحشي عندي كام؟ 2 كيلو، عشان خاطر بتفرق في كمية الرز. خليكم معايا برضو، تابعوا الفيديو هتشوفوا في الاخر. انا هنا بنزل بالبصلايه بتاعتي المبشوره على كميه محترمه كده من الزيت، 3-4 معالق كده كبار. بعمل بقى انا التركه، برش رشه سكر، ما تستهونيش برشه السكر دي، بتكرمل لي البصله وبتخليها في حته تانية. هي مش بتبان بس بتدي كرمله كده للبصله، بتبقى حرفيا وهميه. جربيها وهستناكي تقولي لي ازاي فرقت معاكي. شايفين لون البصله دي؟ اول ما البصل يبقى معايا باللون ده انا مش عايزاه يتحمر خالص، انا عايزاه يصفر يدبل. هنزل بعصير الطماطم على طول. البصله بتاعتي لو غمقت المحشي بتاعي باظ، بيختلف، مش قادره اقول لكم في الطعم ازاي. هنا خلاص دي الدرجه اللي انا عايزه البصل بتاعي يوصل لها. هنزل بالطماطم بتاعتي، عملتها في الكبه مع نص كوبايه من الميه، وهديلهم تقليبه كده حلوه. وانا دلوقتي ما بحطش التوابل، لما يغلوا كده ياخدوا كام غلوه مع بعض وتتسبك بحط التوابل، عشان لو حطيتها في الاول طعمها ما بيبانش. ما دي بقى وصفه جدتي ووصفه مامتي، يعني خدوها زي ما هي، ما تراجعهمش في اي حاجه. هو ده اللي مامتي قالتهولي فانا عملت بيه، وبصراحه فرق كتير عن اي محشي عملته قبل كده او جربته قبل كده. هسيبه بقى يتسبك 5 دقايق، مش هكتر عن كده. هوريكم بقى تقطيعة الخضار. انا بص عامله لكم المحشي من A to Z زي ما بيقولوا، من الف للياء. اصغر حاجه ممكن توصلي لها، شايفه بضم كده، باخد كده بصوابعي، بضم كده حزمه الخضره بتاعتي، وبقطع على قد ما اقدر. هقطعه صغير جدا، عايز تقطعي بمقص تمام، بسكينه زي كده تمام، انا بالنسبه لي السكينه اسهل. قطعي صغير على قد ما تقدري. هنا هكمل تقطيع الخضره وهرجع لكم تاني. هنا بقى هحط التوابل بتاعتي. الصلصه بتاعتي اتسبكت، احط الملح والفلفل الاسمر، جايبه صحيح وبطحنه في المطحنه او بديله دقه كده، بحبه كده اكتر بصراحه، النكهه بتاعته بتبقى افضل. بحط رشه قرفه، بتفرق وبتدي بتدي طعم حلو جدا، مش بتبان بس بتدي نكهه حلوه، ورشه سكر عشان تعدل لي حموضه الطماطم. وهديلهم تقليبه كده، سيبهم بالظبط دقيقتين على النار وهقفل النار، واسيبها بقى تريح شويه كده، تبرد لي شويه، عشان ما ينفعش تتحط سخنه على الرز. ركزي في التفاصيل دي عشان ما يعجنش منك. دي بقى بصلايه تانية تماما وطماطم تانية تماما، برضو بعملها في الكبه. وبقطع طماطميه واحده صغيره، بقطعها كده مكعبات. بتفرق قوي البصله النيه والطماطم، الطماطميه دي والبصلايه دي في خلطه المحشي سما وارض. جربيها وحرفيا هتشكريني. احط الخضره بتاعتي، ودول 3 كوبايات الا ربع من الرز على 2 كيلو، نص كيلو ونص بتنجان، ونص كيلو فلفل على 2 كيلو من المحشي. واقعدي قلبي كده. انا بغسل الرز وقت ما هحشي على طول، انا ما بسيبهوش، ما بغسلوش وما بسيبوش عقبال ما اكون الحاجه. الرز ده اخر حاجه اصلا بتتغسل. واحط هنا بقى معلقه كبيره من الكزبره، معلقه كبيره من السبع بهارات، رشه قرفه، نص معلقه من الكمون، رشه فلفل اسمر، رشه سكر، ورشه ملح. رشه ملح كده حلوه، يعني انتي دوقي كده المحشي بتاعك، شوفي هياخد معاكي ملح قد ايه، ظبطي ملحك انتي ميزان نفسك. واحط الطماطم بتاعتي بعد ما هديت شويه، واكون قلبت الرز في الخضار والبصل عشان الطماطم ما تنزلش على الرز على طول، تسويه
عشان ما يعجنش منك. وحطيت معلقه كبيره من صلصه معجون الطماطم، ممكن تستغني عنها. وحطيت ربع كوبايه من الزيت، وما تنسيش الزيت عشان بيفرق جامد قوي في المحشي. وقلبي كده كل مكوناتك مع بعضها من تحت لفوق. بصي، عايزه التوابل تخش في كل حاجه، هيطلع معاكي جوسي وقمر. ممكن تحطي نعناع لو انتي حابه منكهات، او رشه ريحان زي ما بتحبي، بس انا حبيتها كده، حبيتها بطريقه مامتي وجدتي بالظبط، الاوريجينال الحاجه الاصليه ما فيش احسن منها. ده المحشي على ابوه زي ما بيقولوا، هو ده المحشي اللي كنا بنشم ريحته من على اول الشارع واحنا راجعين. هنا بقى انا بجيب حلتي كده وبوقفها زي ما وريتكم كده، يعني زي بنيمها كده. وانا بحشي بايدي، مفيش ست بيت معلش، ولا جدتي ولا مامتي ولا جدتك ولا مامتكم كانت بتحشي بالجوانتي. انا بحشي بايدي، بس طبعا ببقى منضفاها كويس جدا وبحشي بايدي زي اي ست بيت في الدنيا. بسيب بحشي كده البتنجانيه وبسيب ربعها، شايفين؟ علشان الرز لما بيستوي بينفش، فما ينفعش تحشيها على الاخر، هيقع بقى في الحله وهيطرطش وهيبهدل لنا الدنيا. بدل ما ناكل محشي هناكل رز من كتره. شايفين؟ عملت معاكم تانية، نفضي كده الرز من عليها على قد ما تقدري. قمر. بصوا، وبقى خلي بالكوا، قول للراجل اللي هتجيبوا منه بتنجان نقوس صغير. البتنجان الصغير افضل بكتير واطعم بكتير من الكبير، على قد ما تقدروا خلونا اقولكم الصغير. هنا برضو قلت اعمل معاكم في الفلايه، برضو بتسيبوا ربعها، اوعوا تملوها على الاخر. فلفل بقى انا هحطه على الوش، فعشان كده هسيبه كده لحد ما اكمل البتنجان. هنا بقى رصيت البتنجان بتاعي والفلفل، وحطيت، انا كان عندي شوربه بط فحطيت شوربه بط، وهكمل عليها من شوربه الفراخ اللي انا عاملاها. هحط كام كبشه كده، هوريكم برضو انا بحب الشوربه كتير في المحشي. بصوا، شوربه البط عندي كانت مدهننه جدا، لو ما عندكوش شوربه بط وتعملوها بشوربه فراخ عاديه، حطوا على الوش معلقتين سمنه بلدي او معلقتين ليا، تكونوا قاطحينها وحطوها على الوش. بس انا شوربه البط اديكم شايفين هي عامله سمنه لوحدها، فما كانش له اي داعي ان انا احط سمنه على الوش. وكملت كده بشوربه الفراخ. بصوا انا حاطه الشوربه قد ايه، ما تستكترتوهاش، انا واخده الطريقه دي من جدتي ومامتي، وحرفيا ما فيش احلى من كده محشي دقته في حياتي. هو هيتشرب وهيبقى قمر. هسيبه يغلي كده حوالي ربع ساعه، وبعد كده هغطيه وهوطي عليه النار خالص. وهتشوفوا دلوقتي هيتشرب كل ميته وهيبقى جوسي وتحفه ازاي. جربوا المحشي على طريقتي، وما تنقصوش اي حاجه قلت لكم عليها، عشان كل حاجه حرفيا بتفرق. هنا بعد ما استوى انا قفلت عليه بالظبط بعد ساعه الا ربع، ما كملش كمان ساعه الا ربع، وبقى معايا بالجمال والطعامه دي. ده ألذ محشي انا كلته في حياتي، فكرني انا عملته في حياتي مش كلته يعني، ألذ محشي انا عملته في حياتي. عملت جنبه كده فراخ بالسمنه البلدي وشويه ملوخيه، حاجه كده بالهنا والشفا على اللي هيجربها يا رب. بس انا بوريكم البتنجان مستوي بتحفه ازاي.